صباح الخير والسعادة. الفيديو ده أنا عامل للرجالة، وبالأخص جدا الشباب المقبلين على الزواج. من فضلكم لو ما عندكوش قدرة إنكم تتحملوا التغيرات الهرمونية اللي بتحصل عند المرأة، يبقى بلاش تتجوزوا أحسن. خليك كده جنب ماما في البيت، حلو كده جميل مرتاح، بتصحى الصبح كده تلاقي حاجتك مقضية، وسيبك خالص خالص من فكرة الجواز دي، طلعها من دماغك خالص. بص هقول لكم حاجة، يعني حط نفسك كده، او فكر ان انت لو مثلا الصبح صحيت ما شربتش السيجاره اللي انت متعود تشربها الصبح، تخيل شكلك هيبقى ايه، وتركيزك هيبقى شكله ايه، واحساسك باللي حواليك. بص بتتعصب ازاي وتبقى مش طايق حد يكلمك. او مثلا لو انت مش مدخن، فنجان القهوه اللي انت متعود تشربه الصبح، لو صحيت برضو ما شربتش فنجان القهوه ده، بص بتتعامل مع الناس ازاي، وبتبقى مش طايق حد يكلمك نص كلمه ازاي. نفس الكلام ده بيحصل بالظبط للمرأة. في هرمون اسمه هرمون الاستروجين، هو ده المسؤول عن تظبيط المزاج عند الست. ماشي. الهرمون ده لما بيقل، وده بيقل في فترات معينة كل شهر، وبيقل خالص بعد الولادة، وبالتالي الحاجة اللي بتظبط لها مزاجها بتبقى مش موجودة، أو تركيزها بيقل. فبالتالي هي غصب عنها بتبقى داخلة في حالات اكتئاب، أو حالات تغير من المود بتاعها، هي مش بتبقى مسؤولة عنه. بصوا انا عارفه كويس قوي قوي ان انتوا معذورين. يعني انت ممكن مثلا تكون مع مراتك في حفله حتى مثلا بره، او قاعدين في جو رومانسي جميل شاعري كده عسل خالص، ومره واحده تلاقيها اتقلبت. مره واحده تلاقيها قلبت وشها ومتنرفزه ومتعصبه ومش طايقه اي كلمه منك. انا عارفه كويس قوي ان انت في حاله زي كده هتقول ايه ده، هو اتلبست ولا ايه، مراتي في ايه، ايه اللي حصل، ما احنا كنا كويسين يا بنت الحلال، ايه اللي جرالك؟ صدقني غصب عنها بجد. الهرمون الاستروجين ده لما بيقل، هي ما بتبقاش مدركه، هي نفسها مش عارفه في ايه. يعني انت لما بتسالها مثلا تقول لها مالك، وتقول لك ما فيش، والحركات دي، هي حقيقي ما فيش، هي مش عارفه في ايه. بس هي مجرد انها لاقيه نفسها مره واحده كده، هي مش طايقه الدنيا، مش طايقه نفسها، مش طايقه حد يتكلم معاها. إيه، بصوا هو كمان نسبه الهرمون ده اثناء الحمل بتزيد شويه، وبعد كده وبالذات في الثلاث شهور الاخيره بتزيد قوي، لانها بتبقى بتعد جسمها ان هي تبقى ام بقى وترضع والكلام ده. مره واحده بعد الولاده نسبه الهرمون ده بتقل خالص، فهي بقى بتتنقل من مستوى عالي قوي للاستروجين لمستوى منخفض جدا. النقله دي بتخليها تبقى متدمره، بالاضافه بقى لمثلا البيبي العياط المستمر بتاعه اللي برضه بيبقى من غير سبب، تبقى عامله له كل حاجه، وتبص تلاقيه مره واحده عمال يعيط، وتحاول تهديه مش بيهدى من غير سبب. عدم النوم، هي مش قادره تاخد الكفايه بتاعتها من النوم، لان طبعا البيبي بيصحيها كل شويه، والمفروض ان في الوقت اللي هو نايم فيه هي بتقوم تشتغل في البيت، تعمل كل حاجه عشان خاطر تظبط نفسها وتظبط البيت، عشان انت تيجي من بره تلاقي اكلك معمول وتلاقي بيتك متظبط، فما تتعصبش انت كمان عليها. كل الحاجات دي بتبقى استرس فوق الفوق على المرأة، بيخليها فعلا هي مش قادرة تستحمل. فمن فضلكم بعد اللي احنا بنسمعه اليومين دول كتير قوي عن الستات اللي بتتعب، اللي بتجيلها حالات نفسية، اللي ممكن تنتحر، بصوا بجد هي بتبقى معذوره. فمن فضلكم بجد لو انت مش قادر تتخيل ان هيحصل لك كده، وان هتبقى قاعد مع مراتك مره واحده تلاقيها المود بتاعها اتقلب، مش هتستحمل اكتئابها، لان هو بيبقى اكتئاب ساعات شديد شويه. لو مش هتستحمل كل ده، يبقى انصحك لا، بلاش تقبل على الخطوه دي. ولو انت بقى خلاص اوريدي متجوز واقبلت على الخطوه دي، حاول تستحملها. صدقوني هي مش هتبقى محتاجة منكم غير بس شوية كلام تشجيع مش أكتر. هي مش عايزة هدية كبيرة، هي مش عايزة كارثة تعملها لها، ولا تجيب لها نجمة من السماء والكلام ده، لا خالص. هي مجرد ان انت تقعد بقى معاها تقول لها انا حاسس بيكي، انا فاهم الوضع اللي انت فيه، انا فاهم انك انت شايلة كتير، ان انت مضغوطة، ان عليكي حمل كتير. اضغط على نفسك وقول لها يا عم الكلمتين دول، اضحك على مخها كده وقول لها الكلمتين دول مش هتخسر حاجة يا عم، وقضي اليوم بتاعك كده وخليك تعيش في سلام. يعني انت هتخسر حاجه؟ كلمتين اضحك بيهم عليها وخلاص. وحتى لو هي عارفه انت بتضحك عليها، معلش اضغطوا على نفسكم شويه يا جماعه عشان تقدروا تعيشوا في سلام، وعشان كمان ستاتكم حرام الضغط اللي عليهم كتير قوي قوي.
وهم فعلا شايفين كتير. مش بس كده، ده هي اساسا دلوقتي في ضغط اقتصادي فظيع. يعني انت كنت بتديها مبلغ مثلا عشان خاطر تظبط بيه الشهر بتاعها، دلوقتي هي محتاجه اضعاف اضعافه، وانت مش قادر تحس باللي هي فيه. انت عايز بيتك يفضل زي ما هو، ونفس الحاجات اللي كانت بتيجي ونفس مستوى المعيشه هو هو، وهي مش قادره. فهي بتنحت في الصخر عشان خاطر تقدر تعيشكوا في مستوى كويس، او ما تحسسكوش باللي هي شايفاه، وبالتالي برضو بيبقى حمل تاني عليها. فمن فضلكم استحملوا، استحملوا بس كده فترة معينة كل شهر كده، اللي هي بتبقى فيها نسبة الاستروجين دي قليلة، وبعد كده هتلاقي نفسك الدنيا ظبطت معاها ورجعت تاني عسولة وأمورة وحلوة وتساعدك في كل حاجة وجميلة، وبتضحك على كل كلمة أو كل إفيه بايخ أنت بتقوله، والدنيا تمشي تمام. سلام.